صح، نفسي في حاجه تكون مسكره قوي وتكون معسله قوي، يعني حاجه تكون فيها كده ايه، سكر كده من اللي هو اللي بيجيب غيبوبه ده، عارفينه. في نفس الوقت يعني ايه، مش عايزين بس ايه جالنا غيبوبه، يعني ايه لسه صغيرين، فعايزين نحافظ على شويه الصحه اللي موجودين عشان هم اساسا بداوا يضيعوا. هنعمل ايه؟ نعمل حاجه تكون هيلثي شويه، بس تكون يعني، اسالوني معلش ليه نفس التيشيرت؟ عشان لايق على المطبخ، يا ازرق يا اسود يا ابيض، مش ناقصه هي تشتت بصري. هنعمل ايه؟ من 3 ايام عملت واحد ميلك شيك مانجا هيلثي، كان خطير. اخر مانجايه زبديه، مانجا زبديه، ودي احلى نوع مانجا ومحدش جادلني. هي بتبقى ملحمه يا جدعان، بتبقى يعني دي الواحد ياكلها يشبع، انما اي نوع تاني بناخد منها 3 كيلو تقوم وانا لسه مش بقيت. على الاقل ضميرك مش هيوجعك، هتقول ايه انا اكلت ايه، واحده ثمره مانجا دي جميله. هنعمل ايه؟ هنقشرها وهنجي. في مشكله كبيره دلوقتي طلعت تحفه. طب دي انا اعملها عصير ازاي؟ امر الله بقى، ناخد حته ونسيب حته عشان نبقى كلنا وشربنا. المهم في موضوع بقى كنت عايزه اكلمكم فيه. ملاحظه مؤخرا ان كل شركه بقى ليها ايه، مناديب. لا مش مناديب شحن، يا ريت مناديب ناس بتطبل للشركه دي، يعني الا ما رحم ربي برضه، عشان الموضوع ايه، مش كل الشركات تقول مش عارف ايه. يعني شركه سين إيه عامله ايه، مشتريه مثلا بتاع 50 60 اكونت، فال 50 60 دول يشكروا في كل حاجه حلوه هم بيعملوها ويقللوا من اي براند تاني بيعمل اي حاجه. فاكرين الكوبايه بتاعت المره اللي فاتت؟ هنعمل نفس كميه اللبن بتاعت لبن جوز الهند، او ممكن تستخدموا لبن بقره وجاموس. ايه الموضوع بقى؟ اول ما انزل فيديو الاقي لو انا مثلا بقول على المنتج بتاع الشركه دي وحش، الاقيهم بيدخلوا يزعقوا لي وازاي وحش وبتاع مش عارف ايه، وانتي 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 وانتي. ببدا انا اتعرض لهذا النوع من الكومنتات لدرجه يعلم الله. في مره من المرات كنت مجربه برودكت هو لسه ما نزلش الماركت، تقوم بنت لذينه تقول لي جبته وجربته وما طلعش حلو، اما انك وليا بحقه حقيقي. شير مي قولي لي. اتعلمت وحطيت المره دي ميه من الفلتر بس. فالموضوع بقى سخيف، والشركات محتاجه تقلل من الموضوع ده عشان بجد بقيتوا مفقوسين بشكل مش طبيعي. ومشكله رهيبه كمان ان هي ايه بقى، كل شركه ليها. فمثلا نزلت لشركه سين قلت ان المنتج ده حلو، فاتباع شركه سين جايين يقولوا ايوه فعلا جربناه وطلع حلو وبتاع مش عارف ايه والكلام ده. اتباع شركه صاد ونون وجيم مطلعيني كدابه. ده انا يعني بطلع عين الشركه عشان خاطر استخدم البرودكت واجربه. ده في شركه قبل كده كلمتني قالت لي الكامبين خلال 3 ايام، عاجبك مش عاجبك قلت لها مش عاجبني. ايه شغل الولايه ده؟ المهم ده خلاط وده سلك خلاط. طبعا سلك الخلاط هيضايقنا فهنجيب الخلاط. لا مش وقتك ايدك تبقى هنا، يعني مش تاخد مكان احسن. الحمد لله طلعت مسكره، عشان كنت هتضايق قوي ان الجمال ده يدخل. تلج هنحط برضه 10 واحده. اطمن بس ماما صحيت عشان الصوت ده يصحي الاموات. الكوبايه بتاعتنا بتاعت كل مره خلصنا. تحفه، شكله تحفه، مش لازم يكون طعمه تحفه. انا دقته مرتين قبل كده، تحفه.